مع إشراق الشمس في يوم من أيام التحرير غادر العاصمة إلى مديرية المنيا ركب يقل الرئيس البجاشي أركان الحرب جمال عبد الناصر رئيس مجلس الوزراء، والصاغة أركان الحرب صلاح سالم وزير الإرشاد القومي، واللواء أركان الحرب عبد الحكيم عامر القائد العام للقوات المسلحة، وبعض السادة الوزراء للاحتفال بتوزيع الأرض الطيبة على أصحابها الشرعيين من الفلاحين. وكان الموكب في كل خطوة يخطوها موكب إصلاح حقيقي. ففي مغاغة افتتح السيد الرئيس معهد مغاغة الديني بين أمواج متلاطمة من البشر، ثم غادرها قاصدا بني مزار، حيث خرجت الآلاف المؤلفة من أبناء مصر تهتف بحياة الثورة وقادتها الأحرار. وافتتح السيد الرئيس أول مركز اجتماعي في أبو جرد، ثم مستوصف هيئة التحرير. وقصد السيد الرئيس بعد ذلك إلى معسكر تدريب الحرس الوطني. ثم استعرض قوات الحرس الوطني في هذا المعسكر. وشق موكب الثورة طريقه بين الآلاف إلى مطاي، حيث احتفل بتوزيع أراضي الأصلاح الزراعي على المنتفعين الجدد من الفلاحين. وقد ألقى السيد الرئيس في جموع الفلاحين التي ضاق بها السرادق كلمة قال فيها: لقد صممنا على تحديد الملكية لكي تعودوا أحرارا، ونحن نطالبكم بأن تحافظوا على هذه الحرية. ثم ألقى الصاغ صلاح سالم كلمة هنأ فيها الفلاح على استمتاعه بحريته كاملة. وارتجل اللواء عبد الحكيم عامر كلمة قال فيها إن هذه العقود ليست عقود تمليك بل عقود تحرير. وبعد ذلك وزع السيد الرئيس عقود التمليك على المنتفعين الجدد من الفلاحين. ثم واصل موكب الثورة سيره إلى المنيا لتوزيع المزيد من عقود التمليك. تكلم أحد أهالي المنيا معبرا عن إيمان الأهالي جميعا بالثورة، وعقبه الأستاذ سيد مرعي بكلمة نوه فيها عما حققه قانون الإصلاح الزراعي من العدالة والخير. وتكلم الصاغ صلاح سالم فقال: أبشركم بأننا قد وصلنا إلى عهد لن تخذل فيه قضايانا كما خذلت في الماضي، لأننا عرفنا الطريق. وقال اللواء عبد الحكيم عامر إن هذا اليوم عيد كبير، عيد كسر الأغلال، عيد فك القيود. وقال الرئيس جمال عبد الناصر إنه مطمئن الآن على الثورة، لأنها لم تعد ثورة شخص أو أشخاص، بل ثورة الأمة كلها. ثم وزع السيد الرئيس عقود التمليك على المنتفعين الجدد بها من أهالي المنيا. غادر قادة الثورة السرادق حيث طافوا بشوارع المنيا لتحية أهلها الذين خرجوا عن بكرة أبيهم لاستقبال قادة الثورة الأحرار. وتوجه الركب إلى أبو قرقاس حيث احتشدت الآلاف تهتف وترحب بالقادة المخلصين. وبين أروع مظاهر الحماسة والحفاوة اتخذ الركب طريقه مودعا أجمل توديع إلى القاهرة.